السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهاردة بتاعنا جميل جدا، هنعمل وصفتين ان شاء الله يعجبوكم. معايا فلفل اسمر، نص معلقة كاري، وربع معلقة بابريكا. طبعا احنا مقطعين فلفل الوان مثلا نص كيلو، 3 4 بصلات حلوين كده، ومعايا نص كيلو سجق. احط كده معلقتين بس من الزيت يسخنوا كده على البوتاجاز. هنزل بقى بنص كيلو السجق اللي معايا. طبعا السجق بتاعنا احنا مقطعينه، لازم يكون يعني احنا حاطينه في الفريزر عشان بس ما يتهرش معانا. هقلب كده السجق بالراحة، عشان انا مش عايزاه مهري. جربوا الاكلة دي ان شاء الله هتعجبكم جدا. بما ان بقى اللحمة غالية والفراخ غالية، فالسجق يعني في متناول الجميع على قد ايدينا كده. بصوا بقى لما ادى اللون بتاعنا بقى ده، هنزل بقى بالبصل. طبعا احنا بنحط بس معلقتين من الزيت، عشان هو بصوا نزل مادة دهنية كتيرة ازاي. البصل انا عايزاه متقطع كبير كده، انا مش عايزاه يعني مبشور بالمبشرة او معمول في الكبة، لان لسه طبعا السجق اصلا ما استواش معانا. هقلب بقى كده البصل مع السجق. وطبعا البهارات بتاعتي انا مش بكتر البهارات، لان احنا عارفين ان السجق بيبقى يعني فيه الملح بتاعه والبهارات والتوابل بتاعته. بس انا بحط حاجة بسيطة كده من عندي بتدي نكهة حلوة. هنزل بقى بالفلفل اللي معانا حسب الكمية اللي انت عايزة تحطيها، عايزة تحطي اكتر عايزة تحطي اقل، براحتك خالص. ما ننساش طبعا نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. متنسونيش في اللايك، ولو اول مرة تشوفوا القناة تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس. وبشكر جدا جدا المشتركين الجدد اللي دخلوا معايا ونوروني. اسفة جدا. بصوا بقى هقلب السجق بقى كده مع البصل والفلفل. بصوا السجق مش مهري خالص، ما شاء الله قطع. احط بقى البهارات اللي عندي. احنا قلنا فلفل اسمر، والكاري والبابريكا. البابريكا بتديني لون حلو قوي للاكل، لان انا مش حاطه طماطم فيه، وبتدي برضو طعم حلو. هقلب بقى كده. بصوا انا بحب الفلفل مش مهري، انا بحبه اخضر كده، يعني لما بناكله كده بيبقى بيقرقش كده معانا، بيبقى طعمه حلو جدا. غير اننا يعني بيبقى دبلان كده، لا مش حلو خالص. نجربه كده بالطريقة دي هتعجبكم. بصوا بقى التتبيلة دي بتدي طعم حلو قوي للسجق ده. توم، عليه نص معلقة كزبرة ناشفة، وعليه معلقتين خل. بصوا ودوا السجق يعني بصي في حتة تانية خالص، ادوله طعم حلو ونكهة جميلة جدا. جربوها بجد والله هتعجبكم جدا. اللي ما حدش اللايك بقى ما ينسينيش في اللايك. هقلب بقى كده. خلاص كده السجق بتاعنا احنا هنقدمه. ممكن نعمل جنب منه رز ابيض، ممكن اعمل جنبيه
مكرونة محمرة، ممكن ناكله بعيش عادي خالص. بصوا بقى كده السجق بتاعنا لما عملناه، اللفت احنا كنا عاملينه برضو في القناة مع بعض، هبقى انزل لكم الطريقة بتاعته. هنعمل بقى كده مشروب بقى شتوي حلو قوي قوي. معايا كده معلقتين سمنة بلدي، هنزل عليهم كده بأربع معالق من المغات او الحلبة المطحونة او الحلبة المحوجة، انا مش عارفة يعني هي اسمها ايه عندكم. مشروب شتوي حلو قوي، بس لازم يعني بيتعمل بالسمنة البلدي اللي هي السمنة الفلاحي بتاعتنا. هقلب بقى كده، هقلب بقى الحلبة بتاعتي كده بس، هقلبها كده يعني دقيقتين بس، وهنزل بقى عليها بثلاث كوبايات مية كده حسب ما احنا عايزينها. احنا عايزينها تقيلة، انا تقيلة بقلل المية، عايزاها خفيفة انا بزود المية ليها، بس انا يعني بنحبها وسط. وطبعا السكر اللي انت عايزاه حسب برضو ما انت عايزاه مسكر بتزودي السكر. ايه المعلقة اللي احنا حطينا دي معلقة كبيرة، فانا استكفيت بكده. هقلب بقى كده لما يتقل بقى معانا خلاص. بس ما شاء الله كده هو خلاص ابتدى يغلى، وابتدى بقى ايه يتقل معانا. نجيب بقى مج كبير كده وننزل بقى بالحلو.